ولا ده ردم رمله؟ ده ردم رمله. فده احنا بنقول للناس انه غلط على السقف، لانه هو بيعبي ميه والميه بتخزن في الرمله، والسيراميك اللي مغطي الرمله دي بيمنع الميه انها تتبخر فتفضل كابسه على الخرسانه لما تاكل في حديد الخرسانه اللي جوه الخرسانه. ده اخطر حاجه. وبنقول للناس لما علوا بالفوم اللي هو بيبقى حوالين البوتاجازات والغسالات، بس ده بيجي مخصوص للتعليه لان بيبقى ليه درجه كثافه ونشفان معينه. لما تحب تعمله في اي بيت بقى ليك لاولادك لقرايبك لمعارفك، نيجي بنزود الدرجه دي بنعملها فوم. هنا بقى حصل حاجه غريبه. اولا انا شايف كسر هنا، وطبعا هنا مش هيبان في الكاميرا ان المنسوب هنا غير المنسوب بتاع ده مدخل البيت، ففي فرق من هنا لهنا 10 سم. وملاحظ انا هنا ان في كسره هنا في الرخامه هنا ادت للميل ده كله ده كده، او مميله معايا البلاط، ممكن الكاميرا ما تبينوش. فده هننزل تحت السقف ونشوف سببه ايه. وكمان انا شكيت ان في هنا مشكله في الحديد بسبب الكسر اللي موجود في الحيطه دي، في الحيطه الطايره دي، بنسميها الحيطه الطايره اهي. تعالوا شوفوا اهو، ادي هنا البلاط زي ما انتم شايفين. نشيل الكنبه دي من هنا بقى، ما نحطهاش دلوقتي تاني. والكرسي الاخير ده كل اللي هو راكب البلاطه دي ما نخلوش عليها خلاص، نشيله وننقله هنا لغايه ما تعالجوا المشكله، برجعوا الحاجه مكانها. طبعا هنا كله ده اتكسر. ليه؟ لان دي بلاطه طايره مش مربوطه من الناحيه الثانيه، خرسانه طايره زياده بره اللي احنا بنقول عليها بلكونه. يعني دي المفروض انها كانت بلكونه، ان احنا بنقفل الحيط هنا ونفتح باب هنا ونقف هنا نبص منها. البلكونه عشان الحديد مصد اللي تحت فكسر معايا البلاط من هنا، وكفى الخرسانه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ابقى خد الفيديوهات ابقى هنديها لك. هو عمل شوك سيادتك مع ربط الشوك صدت، ده حديد مصدي. ده شوك حديد جديد. انت جايبه جديد وانت لسه صابت دلوقتي؟ ده من زمان. طيب خلاص، ما هو صدق. طيب ما احنا هنفتح ونشوف. في نقطة تاني، اللي بنى البيت نفسه قال إن هو طالع زيادة ثلاث عروق. طالع مش عامل حديد؟ أيوه أكيد. هو الراجل بيقول عامل شوكة. فلا، هو هنا مشكلة ان الواضح ان في صدع حديد. هنعرف منين بقى؟ هننزل ناخد الشاكوش وناخد المسمار ده ونفتح تحت السقف. يلا بينا. اول ما جيت اهو ده السقف. اتفضل اتفضل عشان التصوير. عرفته طبعا من الشرخ ده. اول ما بدخل في بير السلم والاقي العلامه دي عند السقف كده، بعرف ان حديد السقف ده هنزله تحت وهنشوفه ونشوف حالته عامله ايه. تعالوا معايا.